بتبدأ الحكاية بنقطة مية لونها ذهبي بتقع من السما للأرض، وبسبب نقطة المية دي كبرت وردة سحرية لونها ذهبي، والوردة دي كان فيها قوة وبتقدر تشفي المرضى والمصابين. وبعد سنين كتير بتظهر مملكة قريبة من شط البحر، وكان بيحكم المملكة دي ملك وملكة طيبين وكل الناس بتحبهم. والملكة بتكون في أواخر شهور حملها، بس بتكون مريضة جدا، ولما جابولها الدكاترة قالوا إن مفيش حاجة هتنقذها غير قوة الوردة السحرية. فالملك بعدها أمر كل الحراس بتوعه إنهم يدوروا على الوردة ويجيبوها للملكة. وعلى الجانب الآخر دي جاسل ست عجوزة، وكانت بتستخدم قوة الوردة عشان ترجع شباب تاني. بس حراس الملك بعدها أخيرا عرفوا يوصلوا للوردة، وفعلا أخدوها من الأرض ورجعوا للملكة تاني. ولما الملكة شربت سحر الوردة خفت ورجعت سليمة تاني. والملكة بعدها خلفت بنت وسموها ريبونزل. وبعدها بسنة الملك والملكة احتفلوا بعيد ميلاد ريبونزل وطيروا مصابيح كتير في السماء. بس للأسف الشريرة جاسل رجعت لهم تاني، وعرفت كمان إن سحر الوردة اتنقل لشعر ريبونزل، فراحت وقصت خصلة من شعرها. بس بعدها بتتفاجئ وبتكتشف إن شعر ريبونزل لما بيتقص السحر بيختفي منه. فالساحرة ما كانش قدامها حل غير إنها تخطف ريبونزل وتربيها هي عشان تستفيد بشعرها وتفضل طول عمرها شباب وما تكبرش أبدا. وفعلا ده اللي حصل، وجاسل أخدت ريبونزل لبرج بعيد جدا وربتها كأنها بنتها بالظبط. وكل سنة يوم عيد ميلاد ريبونزل الملك والملكة بيطيروا مصابيح كتير في السماء، وده على أمل إن في يوم من الأيام ريبونزل ترجع لهم تاني. وعدت الأيام ومرت السنين وريبونزل كبرت، وبيكون عندها حرباية بتلعب معاها اسمها بسكال. وكان حلم ريبونزل إنها تخرج بره البرج ده اللي طول عمرها عايشة فيه من ساعة ما اتولدت. وكمان كان نفسها يوم عيد ميلادها تروح تشوف المصابيح المضيئة اللي بتنور كل سنة. وعلى الجانب الآخر بنشوف فلين رايدر، وده كان حرامي مشهور، وكان ساعتها بيسرق تاج من القصر الملكي، وفعلا عمل كده وسرق وهرب من الحراس. وبنروح بعدها لريبونزل، وكانت دايما بتنزل شعرها من البرج عشان تطلع مامتها. وفي اليوم ده ريبونزل طلبت من مامتها إنها تخرج بكرة من البرج، وده لأن بكرة عيد ميلادها ال18، وقالت لها إن نفسها تشوف المصابيح المضيئة اللي بتظهر كل سنة يوم عيد ميلادها. بس مامتها بتخوفها من العالم اللي بره البرج، وقالت لها إن العالم مليان وحوش، ولو خرجت من هنا هيبقى فيه خطورة كبيرة على حياتها. وكمان قالت لها اوعي تفكري إنك تخرجي من هنا تاني. وبعد ما خوفتها سابتها ونزلت. وعلى الجانب الآخر فلين رايدر كان لسه بيهرب من الحراس بعد ما سرق التاج، وبيفضل يجري ويهرب لحد ما بيلاقي نفسه فوق الحصان ده. بس اتفاجئ ان الحصان هو كمان عايز ياخد منه التاج، ففلين على طول هرب هو كمان من الحصان. بس لقى نفسه بعدها قدام برج ريبونزل، فراح بسرعة وطلع البرج عشان يستخبى من حراس الملك. بس ريبونزل وقتها استقبلت فلين رايدر وضربته على دماغه بالطاسة، ففلين رايدر وقتها أغمى عليه. فريبونزل أخدته وخبته جوه الدولاب بتاعها، وبتكون مبسوطة جدا إنها قدرت تحمي نفسها مش زي ما مامتها بتقول. بس بعدها بشوية مامتها بترجع من بره، فريبونزل برضه كلمتها تاني عن موضوع الخروج. بس المرة دي مامتها زعقت لها جامد وقالت لها إنها لازم تنسى الكلام ده كله. فريبونزل وقتها بتخاف وكمان بتقرر إنها ما تقولهاش على اللي في الدولاب. وبعدها ريبونزل جات لها فكرة وطلبت من مامتها إنها تروح تجيب لها حاجات معينة، والحاجات دي مامتها عشان تجيبها هتقعد 3 أيام. فساعتها مامتها صدقتها وسمعت الكلام، وكمان مشيت عشان تجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها. وبعدها ريبونزل راحت عشان تخرج فلين من الدولاب. ولما فلين رايدر فاق لقى نفسه مربوط، وريبونزل كانت بتسأله انت مين وعرفت مكاني ازاي. وبعدها ريبونزل بتستغله وبتتفق معاه انه يخرجها من البرج وياخدها يفرجها على المصابيح المضيئة، ولو عمل كده هتديله في المقابل التاج بتاعه اللي هي اصلا مخبياه. ففلين رايدر حكالها كل حاجة وعرفها انه كان بيهرب اصلا من حراس الملك، وكمان وافق على العرض بتاعها. وبعدها فعلا خرجوا هما الاتنين من البرج، وريبونزل ساعتها بتكون مبسوطة جدا وحاسة بالحرية. وعلى الجانب الآخر بنشوف الحصان وبيكون لسه بيدور على فلين رايدر،
ولما بيشوف صورته بياخدها وبيقطعها. بس مامة رابنزل أول لما بتشوف الحصان بتفهم إن في حد موجود هنا، وبترجع بسرعة تجري على البرج. بس أول لما بتنده على رابنزل مفيش حد بيرد عليها، فدخلت من الباب السري اللي في البرج. بس برضه لما طلعت ما لقيتهاش فوق، فاتضايقت واتعصبت جدا. ولما دورت في المكان كله لقت التاج، وبتلاقي معاها صورة فلين رايدر، فعرفت بكده إن أكيد رابنزل مع فلين رايدر. وعلى الجانب الآخر فلين رايدر بياخد رابنزل لمطعم مليان مجرمين، والمجرمين أول لما بيشوفوه بيبقوا عايزين يمسكوه ويسلموه للملك، وده لأن الملك عامل مكافأة كبيرة للي يمسك فلين رايدر. وبعدها المجرمين بيقعدوا يتخانقوا على مين فيهم اللي هيسلمه للملك. فرابنزل وقتها بتساعد فلين رايدر وبتنجح إنها تخليهم يسيبوه، وده لأن هو أملها إنها توصل للمصابيح اللي بتنور. وبسبب سحر شعر رابنزل بتخلي كل المجرمين يرقصوا ويغنوا معاها، وكمان كل واحد فيهم بيقول لها على أمنيته. بس بعدها بيوصل حراس الملك، وكمان بيكون معاهم العصابة اللي كان شغال معاهم فلين رايدر. فالمجرمين ساعتها بيساعدوا فلين رايدر ورابنزل إن هما يهربوا، بس الحصان بعدها بيقدر يوصل لهم، وكمان بيتخانق مع فلين رايدر. بس رابنزل بتنقذه للمرة التانية وبتخليه يتشعلق في شعرها، وعرفوا يهربوا هما الاتنين، وأخدته واستخبت جوه كهف. بس المشكلة دلوقتي إن كان في مية عمالة تدخل جوه الكهف ده، وبكده ممكن يموتوا. بس لأن المكان كان مقفول معرفوش يخرجوا، وفضلوا هما الاتنين يحكوا لبعض اعترافاتهم. ففلين رايدر بيقول لها إن اسمه الحقيقي يوجين، ورابنزل هي كمان اعترفت له إن عندها شعر سحري. وبعدها بيجيلها فكرة وبتبدأ تغني، فشعرها بيلمع وبينور في الضلمة. ففلين رايدر بيكون متفاجئ عشان أول مرة يشوف حاجة زي كده، وبسبب شعرها اللي نور ده عرفوا الطريق اللي هيخرجوا منه، وفعلا أخيرا خرجوا من الكهف. بس فلين رايدر بيكون لسه متفاجئ وما بيكونش فاهم أي حاجة من اللي حصل. وعلى الجانب الآخر مامة رابنزل راحت للمجرمين اللي كان شغال معاهم فلين رايدر، وكمان ادت لهم التاج. بس قالت لهم ان اللي احسن من التاج انهم ينتقموا من فلين رايدر، وبدأت تسخنهم عليه. وعلى الجانب الاخر فلين رايدر ايده كانت متعورة، فرابنزل بتبدأ تعالجه بشعرها السحري، وعرفته كمان ان شعرها بمجرد ما يتقص بيفقد لونه وبيفقد قوته السحرية، وعشان كده عمرها ما نزلت من البرج ولا عمرها قصت شعرها. وفلين رايدر وقتها بدأ يحكي لها عن مغامراته، وفضلوا يتكلموا مع بعض طول الليل، وبيكون واضح ان في الوقت ده انهم بدأوا يعجبوا ببعض. وبعدها فلين رايدر راح عشان يجيب حطب لان النار كانت هتطفي. وكمان في نفس الوقت ده مامة رابنزل وصلت لها وسلمت عليها، وبعدها طلبت منها انها ترجع معاها للبرج. بس رابنزل وقتها رفضت وقالت لمامتها انها مش هترجع. فمامتها بتبدأ تسخنها وبتقول لها ان فلين رايدر ما بيحبهاش وبيعمل كل ده عشان ياخد منها التاج مش اكتر. وقالت لها كمان انه اول لما ياخد التاج هيمشي ومش هيعرفها تاني. فرابنزل طبعا كانت بتسمع الكلام ومش مصدقة منه حاجة. بس بعدها مامتها ادتها التاج وسابتها ومشيت. فرابنزل بتقف لوحدها وبتبدأ تفكر في كل كلام مامتها. ولما فلين رايدر بيرجع تاني مامتها بتكون واقفة بعيد وعمالة تراقبها، وكان معاها برضو العصابة اللي كان شغال معاهم فلين رايدر. وفي اليوم اللي بعده فلين رايدر بيصحى على وش الحصان اللي ما بيحبوش. بس رابنزل بتصحى هي كمان وبتحاول تهدي الحصان وتوقفه، وبتعرف فعلا إنها تسيطر عليه. ومش بس كده، دي كمان بتعرف تصالحهم على بعض، وكمان بتخلي الحصان يوصلهم للمدينة. وبعدها بشوية فعلا وصلوا للمدينة، والبنات الصغيرة اللي هناك كانوا فرحانين جدا برابنزل وعمالين يلموا شعرها، ورابنزل هي كمان بتلعب معاهم وبتكون فرحانة جدا. بس بعدها بتشوف قدامها لوحة كبيرة، واللوحة دي كان فيها صورة الملك والملكة وبنتهم الصغيرة. بس رابنزل ما خدتش بالها من حاجة وفضلت تلعب مع الأطفال في الشارع. وبعد شوية صغيرين يوجين أخدها على المركب عشان يفرجها على المصابيح المضيئة. وعلى الجانب الآخر الملك بيكون لسه حزين عشان كده مر 18 سنة ولسه برضه بنته مرجعتش. وفي الوقت ده رابنزل بتكون مبسوطة جدا عشان حققت أمنيتها وقدرت إنها تشوف المصابيح المضيئة في الحقيقة قدام عينيها. وبتفرح أكتر لما فلين رايدر جاب لها مصباحين عشان يطيروهم سوا. وفي الوقت ده
ريبونزل قالت له إنها معاها التاج وممكن تديهوله لو عايز. ففلين رايدر وقتها بص على الشط ولقى إن عصابته مستنياه، وقال لريبونزل إنه هياخد منها التاج ويديه للعصابة عشان يخلص منهم. وفعلا بعدها فلين رايدر راح للعصابة، بس العصابة فاجئته وعرفوه إن هم مش عايزين التاج، وقالوا له إن هم عايزين البنت اللي عندها شعر سحري. وريبونزل وقتها بتكون قاعدة في المركبة وقلقانة وخايفة لا يكون كلام مامتها صح وفلين رايدر يتخلى عنها. بس بعدها بشوية صغيرين العصابة راحت لمركبة ريبونزل وقالوا لها إن فلين رايدر أخد المركبة ومشي، بس طبعا ريبونزل ما بتصدقش الكلام ده. فالعصابة أخدوها وخلوها تتفرج عليه وهو راكب المركبة وبيهرب. ولما كانت العصابة خلاص هتخطفها مامتها جت وعرفت تنقذها، وكل التمثيلية اللي حصلت دي مامتها أصلا اللي عاملاها. فريبونزل وقتها بتصدق وبتحضن مامتها وبتقرر إنها ترجع معاها للبرج تاني، بس برضه بيكون قلبها مكسور من اللي فلين رايدر عمله معاها. بس فلين رايدر بقى بيبان إنه كان غصب عنه، والعصابة ربطوه في المركب وسابوا معاه التاج، وكمان زقوه ناحية قصر الملك عشان الحراس يمسكوه. وفعلا لما وصل الحراس كانوا في استقباله ومسكوه عشان يتحاكم. وعلى الجانب الآخر ريبونزل بتكون رجعت للبرج بتاعها وبيكون معاها ورقة من اللي بتكون موجودة في قلب المصابيح، وبتلاقي في ظهر الورقة دي صورة الملك والملكة وبنتهم. فبتبدأ ريبونزل تفكر وتربط الأحداث ببعض، وأخيرا فهمت إن هي الأميرة المفقودة بنت الملك. وعلى الجانب الآخر فلين رايدر بيكون دخل السجن وبيعرف من المجرمين إن مامتها هي اللي قالت لهم عن شعرها المسحور. وفي الوقت ده فلين رايدر بيفهم إن كده ريبونزل في خطر، والست اللي معاها دي أكيد شريرة ولا يمكن تكون مامتها. وفي البرج بقى ريبونزل خلاص بتكون عرفت الحقيقة وبدأت تعترض على كلام مامتها، وكمان قالت لها إنها عرفت إنها الأميرة المخطوفة، وقالت لها إن أكيد هي اللي خطفتها من أهلها. ولما جاسل بتقعد تهديها بتلاقي إن مفيش فايدة معاها، فبتقلب على الوش التاني وبتبدأ تتعصب عليها وتعاملها بوحشية. وفلين رايدر وقتها بيكون للأسف خلاص اتحكم عليه بالإعدام بسبب طبعا سرقته للتاج الملكي. بس لحسن حظه ساعتها ظهر المجرمين اللي قابلوه في المطعم وكمان ضربوا الحراس عشان يهربوه، وفعلا عرفوا يهربوه من القصر، وكل ده كان بمساعدة الحصان ماكس. وبعدها فلين رايدر بيجري بالحصان لحد ما وصلوا عند البرج، ولما بيوصل وبينادي على ريبونزل بيلاقي إن مفيش حد بيرد عليه، بس فجأة شعرها بينزل من البرج. ففلين رايدر على طول استخدمه وطلع للبرج، وبيتفاجئ إن ريبونزل مربوطة، واللي نزله شعرها كانت الساحرة جاسل، والساحرة استقبلت فلين رايدر وضربته. فريبونزل ساعتها طلبت من جاسل إن هي تفكها عشان تروح وتعالج فلين رايدر، ووعدتها إن بمقابل ده هتقعد في البرج ومش هتخرج منه أبدا. فجاسل ساعتها اقتنعت وفكتها عشان تساعده. وأول لما فلين رايدر فاق قرر إنه يخلص الحكاية دي وقص شعر ريبونزل بحتة إزاز كانت موجودة جنبه. وطبعا في الوقت ده الشعر لونه اتغير وفقد السحر بتاعه، وجاسل وقتها اتحولت لست عجوزة جدا. وأول لما بتشوف شكلها في المراية بتتصدم جدا وبتتعصب وبتقع بالغلط من فوق البرج وبتموت. وريبونزل ساعتها بتحاول تساعد فلين رايدر، بس للأسف ما بتعرفش عشان دلوقتي ما بقاش عندها سحر، فبتقعد تعيط. بس أول لما دموعها بتنزل على وشه السحر بيرجع يشتغل تاني، وفلين رايدر بيفوق وبيخف. وبعد اللي حصل ده فلين رايدر بياخد ريبونزل وبيروح للملك والملكة، وطبعا الملك والملكة بيكونوا متفاجئين باللي حصل ومش مصدقين إنهم أخيرا شافوا ريبونزل بعد 18 سنة، وكمان بيكونوا فرحانين جدا إنها رجعت لهم تاني. وحتى المملكة هي كمان كلها بتحتفل برجوع الأميرة المفقودة. وكمان الملك كافئ فلين رايدر وأمر الحراس إنهم يجهزوا الفرح عشان هيجوز بنته للشخص اللي بتحبه، وهو طبعا فلين رايدر. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.